اخذ الاب الورقه وفتح، لقى فيها رساله مكتوبه بخط رديء يكاد يكون مجرد خربشه، وابتدى يقرا المكتوب وعلامات وشه بتتغير للفزع والخوف، والام بتبص له بنظرات كلها قلق وتوتر. فهي قرت الرساله قبليه، وبعدين بصوا لبعض بصه كانهم مذهولين ومرعوبين في نفس الوقت، خصوصا ان الرساله وقعت من السقف ومش عارفين مصدرها ايه. وكانت الرساله مكتوب فيها: عليكم مغادره المنزل والمزرعه خلال 10 ايام، والا سوف تتحملون العواقب الوخيمه التي سوف تحل عليكم. مين هم آل ويلمان؟ وايه اللي حصل لهم بعد انقضاء ال10 ايام؟ وايه مصدر الرسائل اللي بتظهر لهم من العدم دي؟ اهلا بيكم في برنامج منظور اخر. الحكاية بتبتدي في خريف عام 1901 في قرية ليمونت الواقعة بالقرب من جسر ساوث ساي في ولاية إلينوي غرب الولايات المتحدة الأمريكية. في المكان ده عاشت عائلة ويلمان حياة ريفية هادية، وفي ليلة مظلمة وضبابية في القرية ظهرت أضواء شموع ومصابيح أكواخ الفلاحين اللي بيتجمعوا عشان يتعشوا مع زوجاتهم وأولادهم. وفي أحد الأكواخ دي كانت السيدة آنا مشغولة بإعداد الطعام وتجهيزه، وكان زوجها السيد ويلمان وأطفالها الأربعة قاعدين حوالين المائدة مستنيين الأكل، وبطنهم بتصوصو من الجوع. فابتدى الاطفال يلعبوا باقدامهم من تحت الطاوله عشان ينسوا الم الجوع لحد ما امهم تجهز الاكل، ولكن نظرات والدهم الحاده خلتهم يبطلوا لعب. وفي اللحظه دي جت الام وهي بتحمل وعاء الحساء اللذيذ، وبدا الابناء يساعدوها بتوزيع الاطباق والمعالق على الطاوله. وقبل ما يبداوا في الاكل طلب منهم والدهم انهم يدعوا ويشكروا الله على نعمه، وبعدها ابتدوا ياكلوا وكل واحد مشغول بطبقه والاكل اللي قدامه. وفي اللحظه دي فجاه سقطت ورقه على الطاوله قدام السيد ويلمان، ولكنه رماها على طول وما اهتمش بيها ورجع يكمل اكل، ولا حد من الاسره اهتم بيها. شكلهم كانوا جعانين قوي فعلا، لدرجه انهم ما اهتموش بورقه غريبه وقعت عليهم فجاه من السقف. واثناء تنظيفها للمائده من بقايا الاكل لفت نظر آنا الورقه المتكرمشه دي، ففتحتها عشان تشوف فيها ايه، وفجاه رمت الاطباق من ايديها وجريت بسرعه لغرفه جوزها عشان توريه اللي مكتوب في الورقه. وهناك التقط السيد ويلمان نضارته وابتدى يقرا اللي مكتوب في الورقه: عليكم مغادره المنزل والمزرعه خلال 10 ايام، وإلا سوف تتحملون العواقب الوخيمة التي سوف تحل عليكم. وكانت الرسالة مكتوبة بخط رديء يكاد يكون مجرد خربشة، والغريب ان اللي كتب الرسالة ارتكب اخطاء املائية كتير، واخطأ كمان في مواضع الاحرف الكبيرة والصغيرة زي ما هو معتاد في الكتابة باللغة الانجليزية، وده يرجح ان اللي كتب الرسالة ممكن يكون طفل صغير. فأمر السيد ويلمان زوجته بحرق الرسالة، وغضب جدا وعلى طول اتجه لغرفة اولاده وهو بيقول: سوف اعاقب هؤلاء الاشقياء، كيف يتجرؤون على فعل هذا؟ ولما دخل لغرفة اولاده صرخ فيهم وسألهم عن اللي كتب الرسالة السخيفة دي منهم. ففضل الاولاد يبصوا لبعض كده ومستغربين، وبعدين اجابوا والدهم انهم ما يعرفوش هو بيتكلم عن ايه ولا ايه موضوع الرسالة دي. فغضب الاب اكتر وخرج من الغرفة بعد ما رزع الباب بقوة وهو بيتوعدهم بالعقاب الشديد. فقام اكبر الاولاد واللي كان عمره 16 سنة وقتها وسأل باقي اخواته عن سر الرسالة دي اللي ابوهم بيتكلم عنها، فاجابوه كلهم انهم فعلا ما يعرفوش اي حاجه. وتمر ال10 ايام بطيئه وكل افراد الاسره في رعب ومستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل لهم بعد انقضاء المهله. ولما جه اليوم ال11 كان الرعب والقلق وصل بيهم لدرجه كبيره، ولكن ما حصلش اي حاجه ولا حتى في اليوم ال12. وفكروا ان ده كان مقلب من احد الجيران او حد بيهزر معاهم يعني، ونسيوا الموضوع وكملوا حياتهم وفرحوا ان الموضوع انتهى على كده. ولكن ما كانوش يعرفوا ان فرحتهم لن تكتمل. وفجأة بدأت الرسائل الغامضة تظهر من العدم بشكل متكرر، وكانت كلها تهديدات ووعيد. وهنا ابتدت عائلة ويلمان تشك في الموضوع ويخافوا زي الاول، ولكن عقلهم مش مصدق ان حاجة زي كده ممكن تحصل معاهم، فقرروا ما يدوش اهتمام للموضوع. والوحيد اللي كان مهتم بس هو الكلب اللي كانت عائلة ويلمان مربينه عندهم، فكان بيقعد ينبح بشدة ويتحرك حركات عشوائية وغريبة قبل ظهور الرسائل دي بوقت قصير، ويفضل يبص للسقف وكأنه شايف الكيان الغامض ده اللي بيرمي الورق. وبعد ايام اتغير مضمون الرسائل وبقت تحتوي على معلومات شخصيه محدش يعرفها غير افراد عائله ويلمان بس، حتى ان في بعض الرسائل بقت تقول لهم على احداث مستقبليه زي زياره شخص معين لمنزلهم مع تحديد كمان لميعاد ووقت الزياره. والغريب انها بتتحقق فعلا. ففي مره زارهم احد اقاربه وحس من وشوشهم ان في حاجه غريبه حصلت لهم لما شافوه. وكمان لما صرخ الاولاد وقالوا لقد تحققت نبوءه الرساله، فسأل الراجل عن قصه
الرسالة دي اللي الاولاد بيتكلموا عنها، فخدوا السيد ويلمان لداخل الكوخ وطلب منه انه يخلع قبعته ومعطفه ويحطهم على الرف. وبعد تناولهم للعشاء حكى السيد ويلمان لضيفه عن الرسائل الغريبة، وفضل الضيف يسمع وهو مستغرب اللي بيتقال. وقبل ما يمشي من عندهم طلب منهم الضيف انهم يجيبوا القبعة والمعطف بتوعه عشان يلبسهم ويمشي، ولكن انا ما لقيتهمش على الرف، وفضلوا يدوروا عليهم كتير. وبعد بحث طويل الحمد لله لقوا المعطف والقبعة في المزرعة، ولكن كانوا ممزقين وطالع منهم رائحة كريهة. ومن ساعتها وبدأ يلاحظ افراد عائلة ويلمان ان اغراضهم بقت تختفي وبعدين تظهر في اماكن تانية غير اللي كانت فيها، ده غير انهم بيلاقوها ممزقة وريحتها كريهة. ايه ده؟ سيحل العذاب قريبا؟ ايه العبط ده؟ يا زياد، يا زياد، انت يا ابني في ايه يا احمد؟ مالك بتزعق كده ليه؟ بتبطل بقى يا ابني الحركات دي. حركات ايه؟ مش فاهم والله. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه الورقة دي؟ مالها يعني؟ افتحها كده. ده مش فاهم ايه الورقة دي وجبتها منين؟ لا واو، تمثيلك تحفة ما شاء الله. يعني مش انت اللي حذفت عليا الورقة دي من شوية؟ انا يا ابني؟ ازاي؟ ده انا كنت نايم في امان الله لقيتك بتنده عليا وبتزعق، ولا اعرف اي حاجة عن الورقة دي ولا شفتها قبل كده. حتى ده مش خطي اصلا. ايه ده؟ امال مين اللي كتب الرسالة دي وحذفها عليا؟ ده ما فيش حد غيرنا في البيت. البيت ده مسكون ودي رسالة تحذير من الاشباح. لا بقول لك ايه، فكك من الحاجات دي، انا بخاف. بيت ايه يا عم اللي مسكون؟ بقول لك ايه، انا اخش انام يا عم، مش ناقصه رعب هي. احمد خلي بالك من نفسك يا عم بس بقى. وفي يوم كان السيد ويلمان بيقوم ببعض الأعمال في المزرعة بتاعته بمساعدة أولاده، وفجأة شاف قط أسود غريب عمره ما شاف زيه في حياته قبل كده، فطلب من ولاده إنهم يبعدوه خارج المزرعة، ويا ريتهم عمل كده. فالأولاد رجعوا بسرعة وهم مرعوبين ووشوشهم مخضوضة كأنهم شافوا عفريت. لا، هم فعلا شافوا عفريت، وأخبروا والدهم إن القط ده شبه الشيطان، فهو عينيه مجوفة وفاضية من جوه وحواليها أطياف سودا، وعشان كده هم اكتفوا برميه بالحجار لحد ما اختفى بين عيدان الذرة. ومرة تانية كان السيد ويلمان بيحلب البقرة، فاتفاجئ ان الدلو اتملى بالحليب الفاسد وكانت ريحته كريهة جدا. وما عداش كام دقيقة وظهرت رسالة من العدم تسخر منه وبتقول له ان الحليب فسد بسبب انه اعتدى على القط الاسود وانه هيندم اشد الندم. ومن ساعتها بقى القط الاسود ده يحوم حوالين الكوخ كل يوم وكأنه بيراقبه. ومع تزايد ظهور الرسائل والاحداث الغريبة والمرعبة اللي بتحصل، قرر السيد ويلمان استدعاء الاب ويستر راعي كنيسة الفونسوس عشان يشوف حل في المشكلة دي. ولكنه لما سمع قصة الرسائل الغامضة والاحداث الغريبة اللي بتحصل معاهم ما صدقش، وقرر انه يزور الكوخ بنفسه عشان يتأكد من حقيقة الكلام ده. وبالفعل شاف القس بنفسه الرسائل وهي بتظهر من العدم، وكمان شاف القط الاسود ونظراته المرعبة من عينيه الفاضيين، وده اللي خلاه يتأكد انه قدام كيان شيطاني قوي جدا. فكتب رسالة للكنيسة العليا طلب فيها الاذن للقيام بمراسم تطهير المنزل، وحصل على الموافقة. فتوجه الاب ويستارب على طول لكوخ آل ويلمان، وكان معاه قس تاني لمساعدته في اكمال طقوس تطهير المنزل من الاستحواذ الشيطاني. وبعد الانتهاء من تطهير الكوخ طمن الاب ويستارب عائلة ويلمان ان منزلهم خلاص كده بقى امن، وطلب منهم انهم يحطوا اوراق فاضية وقلم على الترابيزة عشان يتاكدوا من عدم تكرار ظهور الرسائل والتهديدات دي تاني. وفعلا عدى 3 ايام بهدوء وسلام، وفرحت عائلة ويلمان بتخلصهم من الكيان الشيطاني الغامض ده. ولكن فرحتهم ما استمرتش كتير، لان الرسائل الغامضة رجعت تظهر تاني وكانت بتسخر من عملية التطهير وانها ملهاش اي تأثير، مش
مش هتنقذهم من العذاب. فحسوا بالصدمه والرعب، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. فقامت الام وجمعت كل الاوراق والاقلام اللي في المنزل وحرقته في محاوله منها لمنع ظهور الرسائل، ولكن برضه استمرت الرسائل في الظهور، بل انها بقت تظهر اكتر من الاول كمان، واتلطخت الجدران بعبارات التهديد والوعيد. ولكن اكتر حاجه رعبت عائله ويلمان هو اختفاء السكاكين والادوات الحاده من البيت كله، ولما دوروا عليها لقوها كلها في غرفه الاطفال. فاعتبرت انا ان ده تهديد صريح بقتل اطفالها، فالحت على جوزها انهم لازم يسيبوا البيت والمزرعه في اسرع وقت ممكن. وحاول السيد ويلمان انه يلاقي اي حد يشتري الكوخ والمزرعه بسعر مناسب، ولكن محدش عايز يشتريهم بسبب انتشار الاشاعات في القريه عن الحاجات الغريبه اللي بتحصل في الكوخ. وفي الاخر اضطر يبيعهم بثمن بخس جدا، وبعدها انتقل مع عيلته لقريه تانية. اما الظواهر الغريبه اللي كانت بتحصل في الكوخ والمزرعه فاختفت برحيل عائله ويلمان من القريه. ساحل العذاب طويل، ساحل العذاب طويل. ايه ده؟ انت مين وعايز ايه؟ بقول لك انت مين وعايز ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 اذنيش، لا لا، الحقوني 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 يا جدعان، لا الحقوني الحقوني. زياد يا عم، يا عم قلت لك ما بحبش الهزار ده، سيبت ركبي. انت اللي خوفه جبان. انا جبان؟ طب والله يا ولد. بالرغم من غرابة قصة آل ويلمان إلا إنها ما نالتش قدرها اللي تستحقه من الشهرة، وذكرها الباحث الأمريكي من أصل نمساوي في مجال الماورائيات السيد هانز هولزر في أحد كتبه اللي تجاوز عددها ال100 كتاب. أما بقى تفسير الحوادث الغامضة اللي كانت بتحصل لعائلة ويلمان ففي تفسيرين ممكنين مفيش غيرهم. التفسير الأول إن ممكن يكون أحد الأطفال اعتدى على القط الأسود اللي كان بيظهر لهم أو قتله، ولسوء حظهم إن القط ده كان جن متشكل على هيئة قط، فده خلى عشيرته تنتقم من العيلة كلها. أما التفسير التاني فلو بصينا للحكايه من منظور اخر فلازم ندور على المستفيد من القصه كلها، والمستفيد من اللي حصل اكيد اللي اشترى الكوخ والمزرعه بثمن بخس، وكل اللي حصل ده كان لاجبارهم على الصفقه الخسرانه دي. وللاسف ما ذكرتش المصادر هويه مالك الكوخ والمزرعه الجديد. ودي كانت الحلقة الأولى من سلسلة ما وراء الطبيعة المكونة من 10 حلقات إن شاء الله، فاللي مش مشترك في القناة يشترك دلوقتي عشان ما تفوتوش الحلقات الجاية. وأخيرا قولولي في الكومنتات ايه تفسير الاحداث الغريبة اللي كانت بتحصل مع عائلة ويلمان؟ يا ترى السبب هو الجن فعلا، ولا دي مجرد حيلة من مجهول عشان يشتري الكوخ والمزرعة، ولا في سبب تالت؟ ايه ده؟ انت تاني؟ خلاص يا عم زياد، الحركات دي مش هتخش عليا تاني، كانت مرة وخلصنا. بس ايه ده؟ ورقة مختلفة يعني المرة دي. لا 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 لا، ما تأذنيش، لا 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 لا.